حال والكلام كلام، والزورق التوهان صار محيرا، فوق الخضم دليله الأوهام، وراكبوه أسلموه لقادة لم يعلموا علم السداد فناموا. من كل الأساتذة والفنانين والكتاب والشعراء الحاضرين المعني باسمكم جميعا نرحب بالأستاذ سيالة على مستوى هذه الدار التي تحتضننا، ولنا شرف كبير أن نحتضن الأستاذ وقامة من القامات التي أعطت للتعليم. كما يقول الشاعر: الدار ليست بالبناء جميلة، إن الديار جميلة بذويها، قد يعشق الإنسان أسوأ بقعة ويزورها من أجل شخص مثله. شرفية أستاذي المحترم موسى سيالة، الذي لا نستطيع مهما فعلنا أن نجازيه أو أن نقدم له ما قدمه لنا ونحن صغار. إذن شكرا له. كثيرا من المؤسسات السعودية وعندما تغولت السعودية أحاطتهم وأحالتهم على السجون بدعوى، مرة لأنهم إخوان، مرة لأنهم يساريون، ومرة لأنهم عملاء مخابرات أجنبية. أسرع ودموعا تصرف في ركن تحت ركان ذات المبنى، نظرات الطفل المعتقل تحكي لنا حكايات شتى، فراشات الحقل قد قتلت. على مجلة الكرمل وعلى ناجي العلي، الشهيد ناجي العلي، وعلى شخصية حنظلة، تلك الشخصية التي حفرت عميقا في قرارنا، وكنا نأمل من الشهيد الحي ناجي العلي أن ننظر. سوف لن أكشف هذه الورقة. هذاك أستاذي قرابنا. الشهداء فلسطين يا أرض الأبرياء فلسطين. انهضوا يا بني أمتي ولتزلزلوا الأرض فلتضطرب، كفانا نفاقا، كفانا خنوعا، كفانا لعب، كفانا تنديدا، كفانا مذلة. وطرابلس والخليج والأهرام وبلاد العجم كل اللي فيها يصوم، نزفت الجراح وتكسرت العظام، عرق النخوة مات ذابل ومقسوم. للمصالحة بين الفصائل الفلسطينية، والذي كان يهدف إلى توحيد الصف الفلسطيني وإجراء انتخابات تشريعية رئاسية. ولأرضك الأبية يفدي أو تفدي يا غزة الصامدة، دمك بركان ثائر يغلي. الفلسطينية ورفح المصرية، رفح مدينتين. نعم أكزي، نعم تدخل على رفح المصرية تفوت رفح الفلسطينية. في الحالة العادية كي كانت الحرب ما كانش جوازات وعادي، والمصريين ساعات يقفلوا ساعات يحلوا. وهذا العيد رف في روح الوجود وأشاع في قلب الحياة بشاشة الفجر السعيد على اللاجئ، وأراك ما بين الخيام مثل ما يحدث في غزة، وأراك ما بين الخيام قبيعة تمثالا شقيا متهالكا يطوي وراء جموده ألما عتيا، يرنو إلى اللا شيء منصرحا من الأفق البعيد. الحطب كنار ارتحلت إلى ضمائرنا، فمتى يا ترى تكويها؟ ذل الأبكم الفلسطينيين قهرا، وسقطت نياشين الفحل، والجريمة خطت دون مرتكبيها. سويها نحرت النخوة وماتت فينا، وسكن الخوف مساكننا حينا وحينا، نهمس وهل نحن بقينا. يا أيها الغزاوي قف، ارفع رأسك والعنهم، وبكل المقدسات ذكرهم. سامحيني، اغفري رشح العيون، منك لو تكوني درة القلب الحزين. تغلبنا الدمعة والحسرة إلا أننا نجاهد أنفسنا. حيث تم لصق لافتة كبيرة في العاصمة المزعومة تل أبيب وكذا واشنطن. في هذه اللافتة التي تعتري البنايات الضخمة الكبيرة وناطحات السحاب التي يوجد فيها مجموعة من الخونة المنافقين وكذا مجموعة فمن لا يكرمهم يدرينا
أشكر كل العاملين بها، أشكر الأسرة الإعلامية، وأشكر كل الحضور. ليس علم بما يدور في فلسطين من أحداث ومآسي يندى لها الجبين، ونسأل الله أن يفك هذه الغمة عن الأمة العربية والإسلامية وخاصة الفلسطينيين، لأنهم حوالي 60 سنة وهم يعيشون في مأساة لا حصر لها، ولكن كما يقول أجدادنا القدماء: ما ضاع حق ووراءه مطالب. ونحن سنبقى متذكرين لهذه، وشاكرين لمن يؤيدنا ويؤازرنا، ونتمنى لهم كل خير وكل هناء وكل سعادة وكل تقدم. والجزائر ليست غريبة عنا، وخاصة بقادتها الذين قالوا كلمتهم المشهورة: نحن مع فلسطين ظالمة ومظلومة. وما زالت تلك الكلمة تئن في أذنينا وفي قلوبنا، ونفتخر بأن نعيش على أرض الجزائر، لأنها أول من احتضنت قيام الدولة الفلسطينية والاعتراف بها في الجزائر. ونتمنى لكل الجزائريين والجزائر الرفاهية والسعادة والخير. رئيس الشعب الجزائري بالمناسبة، طبعا المناسبة ما نقدرش نتأخر عليها، لأنها تدعم القضية الفلسطينية وتدعم مأساة نتاع غزة. نذكر بأهمية مساندة إخواننا في فلسطين، ولهذا قمت بالمشاركة بكتابي هذا الذي قمت